السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يمكن أن يتحول الحسد إلى مؤامرة، والمؤامرة إلى بئر، والبئر إلى سجن، ثم يتحول السجن نفسه إلى طريق نحو المجد والتمكين؟ هذه ليست قصة من الخيال، بل قصة نبي كريم قصها الله تعالى علينا في سورة كاملة وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. إنها قصة يوسف عليه السلام، قصة الألم والصبر والعفو والتوكل، قصة إنسان ظلم مرات لكنه لم يسمح للظلم أن يحول إلى شخص حاقد. بدأت القصة عندما كان يوسف عليه السلام صغيرا، فقال لأبيه يعقوب عليه السلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهم يعقوب عليه السلام أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما، ولذلك قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لكن إخوة يوسف شعروا أن أباهم يحبه أكثر منهم، فدخل الحسد إلى قلوبهم، وهنا بدأت أولى حلقات الابتلاء. اجتمع الأخوة واتفقوا على إبعاد يوسف، ثم قالوا لأبيهم إنهم يريدون أخذه معهم ليلعب، وفي مكان بعيد ألقوه في بئر مظلم. ثم عادوا إلى أبيهم بقميص يوسف وقد لطخوه بالدم، مدعين أن الذئب أكله. لكن يعقوب عليه السلام لم يصدق الرواية وقال كلمته العظيمة: فصبر جميل. تأملوا هذا المشهد: يوسف طفل وحيد في بئر، أبوه يبكي فراقه، وإخوته ظنوا أن قصته انتهت، لكن الله كان يدبر له مستقبلا لم يخطر على بال أحد. مرت قافلة بالبئر فأرسلوا من يستقي الماء، فإذا به يجد يوسف. أخرج يوسف من البئر ثم بيع بثمن قليل وانتقل إلى مصر. هناك اشتراه رجل ذو مكانة وأوصى بإكرامه، ومن هنا بدأ فصل جديد من حياة يوسف. قد يظن الإنسان أن انتقاله من البئر إلى بيت العزيز هو نهاية المحنة، لكن الابتلاء لم ينتهي بعد. كبر يوسف عليه السلام وكان جميل الخلق والخلق، وابتلي بفتنة شديدة داخل بيت العزيز. راودته امرأة العزيز عن نفسه، أغلقت الأبواب، لكنه قال كلمته التي خلدها القرآن: معاذ الله. لم يقل لا أحد يراني، بل تذكر الله. وهنا تظهر عظمة يوسف. كان يستطيع أن يختار المعصية، لكنه اختار رضا الله. ثم اتهم ظلمة ودخل السجن رغم براءته. وهكذا انتقل يوسف من البئر إلى القصر، ومن القصر إلى السجن. لكن حتى في السجن لم يتوقف عن الدعوة إلى الله. دخل السجن مع يوسف رجلان، ورأى كل واحد منهما رؤيا وطلب منه تفسيرها. وقبل أن يفسر لهما دعاهما إلى التوحيد، وبين لهما أن الله وحده المستحق للعبادة. ثم فسر الرؤيا وطلب من أحدهما أن يذكره عند الملك، لكن الرجل نسي يوسف، فبقي يوسف في السجن سنوات أخرى. وهنا درس عظيم: قد تتأخر الإجابة، لكن تأخرها لا يعني أن الله نسيك. رأى ملك ميسر رؤيا عجز الناس عن تفسيرها، وفي تلك اللحظة تذكر الرجل يوسف فقال إن هناك رجلا في السجن يستطيع تفسيرها. استدعي يوسف، لكنه لم يخرج مباشرة لمجرد أن الباب فتح، بل أراد أن تظهر براءته أولا. فبحث الملك في القضية، واعترفت امرأة العزيز بخطئها، وظهرت براءة يوسف أمام الناس. ثم خرج من السجن لا كمتهم، بل كإنسان ثبتت براءته. لم يطلب يوسف الانتقام ممن ظلموه، ولم يقل الآن سأنتصر لنفسي، بل عرض قدرته وأمانته وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وتولى مسؤولية إدارة خزائن مصر في سنوات الرخاء والشدة. وهنا تتغير الصورة بالكامل: الطفل الذي ألقي في البئر أصبح مسؤولا عن خزائن البلاد، والشاب الذي دخل السجن مظلومة أصبح صاحب قرار. لكن أعظم لحظة في القصة لم تكن لحظة التمكين، بل لحظة اللقاء.
جاء إخوة يوسف إلى مصر لطلب الطعام ولم يعرفوه، أما يوسف فعرفهم. تخيلوا الموقف. أمام يوسف الآن الأشخاص الذين ألقوه في البئر وتسببوا في فراقه عن أبيه سنوات طويلة. كان يستطيع الانتقام، كان يستطيع أن يذكرهم بكل ما فعلوا، لكنه اختار العفو. وفي النهاية كشف لهم عن نفسه وقال: أنا يوسف وهذا أخي. فخافوا منه، لكنه لم ينتقم، بل قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يا لها من عظمة! بعد كل ما حدث لم يجعل يوسف الماضي سجنا جديدا لنفسه. عاد القميص إلى أبيه، فعاد إليه بصره بإذن الله، واجتمعت الأسرة من جديد. ثم تحققت رؤيا يوسف القديمة، فقال لأبيه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هنا نفهم أن السنوات الطويلة من الألم لم تكن عبثا. البئر كان خطوة، البيع كان خطوة، الفتنة كانت ابتلاء، والسجن كان مرحلة، ثم جاء التمكين. ماذا تعلمنا من قصة يوسف؟ قصة يوسف عليه السلام ليست مجرد قصة نقرأها ثم ننساها، إنها رسالة لكل إنسان يمر بالابتلاء. إذا ظلمك الناس فلا تظلم، إذا تأخرت أمنيتك فلا تيأس، إذا أغلقت أمامك الأبواب فتذكر أن الله يستطيع أن يفتح لك بابا لم تفكر فيه. إذا عرضت عليك المعصية فتذكر يوسف وهو يقول: معاذ الله. وإذا انتصرت بعد سنوات من الظلم فتذكر يوسف وهو يقول: لا تثريب عليكم اليوم. والأهم من ذلك كله، لا تحكم على حياتك من فصل واحد. يوسف رأى البئر ولم يكن يعلم القصر، رأى السجن ولم يكن يعلم التمكين، أما الله فكان يعلم النهاية منذ البداية. ولهذا ختم يوسف عليه السلام دعاءه بقوله: فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه هي قصة يوسف كما ينبغي أن نفهمها. ليست قصة رجل خرج من البئر فقط، بل قصة عبد حفظه الله في كل مرحلة حتى قادته المحن إلى التمكين. إذا كنت اليوم في بئر من الحزن أو في السجن من الهم، فلا تظن أن قصتك انتهت. فرب يوسف هو ربك، وتدبير الله لك قد يكون أجمل بكثير مما تتخيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.